بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نواصل وإياكم مع هذا الكتاب الطيب، هذا الكتاب النفيس، كتاب أحاديث إصلاح القلوب لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. وصلنا وإياكم في القراءة من هذا الكتاب إلى الباب 39، وهو بعنوان محبة أولياء الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. إن من أعمال القلوب الجليلة محبة أولياء الله والصالحين من عباده، وتجنب بغضهم ومعاداتهم، فهي من عظيم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وهي أوثق عرى الإيمان، وهي مما يستكمل به الإيمان. ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك. رواه الترمذي وضعفه الألباني. فينبغي أن تتخذ محبتهم دينا وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لما لهم من عظيم المكانة ورفيع المنزلة، ولما حباهم الله سبحانه وتعالى به من حسن التقرب إليه جل وعلا. وإذا كانت محبتهم دينا وقربة، فإن معاداتهم إثم وباب شر على المرء في دنياه وأخراه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لما ذكر الله في سورة الحشر الصحب الكرام وأثنى عليهم الثناء العظيم، أتبع ذلك بقوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصفهم بسلامة القلب وسلامة اللسان، بألا يكون في القلب تجاههم غل أو حقد أو حسد أو ضغينة، وألا يكون في اللسان تجاههم سب أو شتم أو لعن أو وقيعة، بل الألسنة مصونة والقلوب نقية، لا غل فيها ولا حقد ولا حسد. وهذا هو الواجب على عبد الله المؤمن اتجاه عباد الله المؤمنين،
وواجب محبة أولياء الله يتطلب من المسلم أن يكون على معرفة بصفة أولياء الله في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يلتبس عليه الأمر فيعد في أولياء الله من ليس منهم، أو يجعل من هم من أولياء الله ليسوا من أوليائه. وهذا يقع من المرء إذا قلت بصيرته بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنه قيل: من هم يا الله؟ فقال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي هم أهل الإيمان والتقوى. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، إيمانا بالله وبكل ما أمر جل وعلا عباده بالإيمان به، وعمل بطاعة الله عز وجل، وبعدا عما نهى عنه سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي المتقدم ذكره قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: من هم أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب؟ فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد حصر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء صفات الأولياء في صفتين: التقرب لله بالفرائض، فإنه ما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما افترض الله على عباده. والثانية العناية بالنوافل والرغائب والمستحبات استكثارا منها وعناية بها وتنافسا في الإتيان بها، فإن العبد كلما زاد حظه من ذلك زاد حظا ونصيبا من مقام الولاية الرفيع ومنزلتها العلية. فمن حافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدين وتجنب المنهيات المحرمات وعظائم الذنوب وابتعد عنها فهو من أولياء الله. وقد جاء في صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال رضي الله عنه: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وهذه الرتبة في الولاية يسميها يسميها أهل العلم رتبة المقتصدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وأعلى من هذه الرتبة وأرفع، أي يعني بعد عنايته بالفرائض
أي بعد عنايته بالفرائض وبعده عن المحرمات بالرغائب والنوافل والمستحبات لتعلو درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فالجنة درجات ورتب ومنازل، ولكل درجات مما عملوا. فكلما ازداد العبد تقربا إلى الله عز وجل بالنوافل والرغائب والمستحبات علت منزلته عند الله. وبهذا يعلم أن الولاية ليست رسوما مفتعلة أو طقوسا مدعاة أو زيا ولباسا معينا أو نحو ذلك من المسالك التي تفعل زعما ممن يفعلها أن هذا طريق الولاية وبابها، طلبا للمكانة عند الناس والتعظيم للنفس، بل هي أمر بين العبد وبين ربه. ولهذا أولياء الله الصادقون لا يقول الواحد منهم: أنا من أولياء الله. قال عبد الله بن أبي مليكة وهو من علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق عن نفسه. أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. الله المستعان. يعني لما نقارن أنفسنا بهؤلاء. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمام أحمد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية. قلت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم. رواه أحمد وصححه الألباني. ولهذا مضت سنة المسلمين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، عقب فريضة الصيام وعقب فريضة الحج في عيد الفطر وعيد الأضحى، إذا لقي بعضهم بعضا يقولون: تقبل الله منا ومنكم. صح ذلك عن عدد من الصحابة. انظر تمام السنة وإرواء الغليل. فما منهم من يدعي أن أعماله متقبلة، ولا يزكي الإنسان نفسه مما اجتهد في العمل، والله سبحانه يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يميز في هذا الباب بين أولياء الرحمن وغيرهم بمعرفة صفات أولياء الله. وقد ذكر الله جل وعلا في مواطن عديدة من كتابه العظيم أوصاف أوليائه المتقين، ذكرها في مقام التعلية لشأنهم وبيان رفيع وبيان رفيع مكانتهم وعلو منزلتهم وعظم ما لهم عند الله من جميل الثواب وطيب المآب.
من ذلكم في أوائل سورة البقرة، وفي وسطها آية البر، وفي أوائل سورة الأنفال، وأوائل سورة المؤمنين، وفي وسط سورة المعارج، وغيرها من آي الذكر الحكيم. وفي وقوف المؤمنين على صفات أولياء الله وما أعد الله لهم من الثواب العظيم فوائد عظيمة، أهمها فائدتان: الأولى أن يجاهد المؤمن نفسه على أن يتحلى بتلك الصفات، وأن يتصف بتلك النعوت، ليفوز بعالي المقامات ورفيع الدرجات وعظيم الثواب. والثانية أن يكون محبا مواليا لمن يرى أنه متصف بصفات الأولياء، فلا يكون معاديا لهم ولا مبغضا، فإن من عادى أولياء الله فقد آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب. قال ابن القيم رحمه الله: فإن اشتبه عليك، أي معرفة الولي، فاكشف في 3 مواطن: في صلاته، ومحبته للسنة وأهلها وتقربه منهم، ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، فزنه بذلك، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الماء وطار في الهواء. انظر الروح لابن القيم. سبحان الله، هذا ميزان تزن به، أو وصف كيف تميز ولي الله من غيره. وهذا ما نجده عند المبتدع الصوفيين الذين يدعون أن مشايخهم أولياء الله، أولياء لله، وينصبون لهم الأضرحة ويعبدونها من دون الله ويطوفون عليها. فهذا هو الميزان. فإذا اشتبه عليك كما قال ابن القيم معرفة الولي، فاكشفه في 3 مواطن: في صلاته. فسبحان الله، الصوفيين تجدهم صلاتهم غير صلاة أهل السنة. فتجد السني يهتم بتطبيق سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن الصوفيين والله صلاتهم، وأنا أحلف بالله وأنا شاهدتها وصليت معهم، صلاة الرباعية تكاد لا تكمل الفاتحة. في الركعتين الأولويتين لا تكمل الفاتحة، ناهيك على أن تأتي بآية واثنتين بعد الفاتحة، لا تكمل الفاتحة. وانسى يعني أنك تجيب الاستفتاح، الصلاة في الصلاة، دعاء الاستفتاح، أو أنك تأتي بالدعاء في التشهد الأخير. يستحيل ذلك، يستحيل أن تأتي بهذين الدعائين، لأن صلاتهم كالنقر، صلاتهم كالنقر. وكذلك القراءة، قراءة القرآن في الصلاة، في الصلاة الجهرية، المغرب والعشاء والفجر. الفجر ولا مرة يقرؤون من الصور الطوال أبدا. يقرؤون الضحى، يقرؤون كذلك أواخر، آه، كذلك الفتح، وإذا جاء نصر الله، النصر. أما الأخطاء فحدث ولا حرج: أخطاء في الصلاة، في القراءة، في التشكيل، لحون جلية، أخطاء يعني الله المستعان في ذلك، وكأن الذي يقرأ ولا عمره يعني فتح المصحف أو تعلم. تكشفهم في 3 مواطن كما قال ابن القيم رحمه الله: في صلاته، ومحبته للسنة. محبته للسنة لأنهم أهل البدع يأتون دائما بما يخالف السنة. واليوم شاهدنا موقف على هذا. كانت فيه جنازة في المكان الذي أنا فيه،
فهذا المسجد كلهم صوفيين. فبعد الصلاة المفروض إكرام الميت دفنه، ولكنهم بعد الصلاة، صلاة الجمعة، أتوا بالورد وقرأوا القرآن، يمكن أكثر من حزب، يعني أكثر من ساعة قرأوا سورة الكهف، أكثر من ساعة على أن صلوا صلاة الجنازة أو على ذلك الميت، ثم بعد ذلك ذهبوا به لدفنه، فهم مخالفون للسنة. فقال ابن القيم رحمه الله في تكشفهم في 3 مواطن في صلاته ومحبته للسنة وأهلها وتقربه منهم ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، فزنه بذلك، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الماء وطار في الهواء. الميزان الأول: الصلاة. هل هو من أهل المسجد المحافظين على الصلاة المعظمين لها المعتنين بها المواظبين عليها المؤدين لها جماعة؟ في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فهذا مقياس وميزان يومي، فإذا كان الشخص محافظا على هذه الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة يؤديها في بيوت الله معظما لها، فهذا من أمارات الخير وعلاماته ودلائله وشواهده وبراهينه. الثاني: محبته السنة وأهلها، فإذا كان يحب السنة النبوية ويعظمها ويحب أهلها المحافظين عليها، هذا من علامات الخير ودلائله. الثالث: دعوته إلى الله وتجريد التوحيد والمتابعة، فالولي حقا لا يدعو لنفسه ليعظم، وإنما يدعو لدين الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إن الولاية سلم مبارك ومرتقى عظيم، سبيله ميسرة وطريقه مهيئة للسالكين. تحتاج من العبد إلى أمرين إن وفق لتحقيقهما نال الولاية وفاز بها: الأول: الدعاء والاستعانة بالله جل وعلا، فإن الأمر بيده، وهو جل وعلا الهادي إلى صراطه المستقيم، يهدي من يشاء ويزكي من يشاء ويهب من يشاء، والفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والثانية: أن يجاهد نفسه على التحلي بصفاتهم والتشبه بهم والاتصاف بنعوتهم، بمجاهدة للنفس ومداومة على العمل، عاملا بقول الله جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم إن تبصر المؤمنين ثم إن تبصر المؤمن بهذه الحقائق الإيمانية ومعرفته بها يجعل من نفسه نفسا متحركة تواقة ترجو عالي الرتب ورفيع الدرجات، والمرجو من ربنا جل شأنه الذي بيده أزمة الأمور والتوفيق بيده لا شريك له، أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الخير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.